ثانية واحدة بس بجيب الكونتنت. بسم الله، نبدأ على طول من غير أي مقدمات. أول محاضرة عندنا فارماكو داينامكس. المحاضرة ديت تعتبر أنا جبتها قبل الفارماكو كاينetics عشان المحاضرة دي فيها حاجات تعتبر أساسيات للمادة. يعني اللي ما ذاكرش فارما خالص هيبقى في حاجات هنا صعب عليه شوية، لكن أنا حاولت إن أنا أبسط الحاجة. أول حاجة الكونتنت كله إنجليزي على مصري، يعني عشان إيه محدش يبقى عنده حاجة في حاجة والمعلومة توصل بسهولة. يلا على بركة الله نبدأ. أول حاجة، إيه هو الفارماكوداينامكس؟ It is a study of effect of drug on the body and explain how the drug work. يعني إيه بقى الميكانيزم؟ يقصد الميكانيزم بتاع الأكشن بتاع الدرج. لما الدرج بيخش جوه تأثيره بيكون على إيه؟ على الجسم. هنعرف بقى ميكانيزم of drug action. الدواء بيشتغل إزاي؟ أول حاجة عن طريق receptor mediated، عن طريق مستقبلات، وفي من غير مستقبلات. اول حاجه اللي عن طريق المستقبلات، مستقبلات على الخلايا. بيقول لك اغلب الادويه بتشتغل عن طريق ان هي بترتبط بمستقبلات على الخلايا، زي ادويه مستقبلات الادرينالين والكولين. في من غير مستقبلات تشتغل مباشره من غير ما ترتبط باي مستقبلات، وبتاع دي بتكون تستخدم زي مضادات الادويه، اوزموتيك دايوريتكس. زي الادويه الدايوريتكس، طبعا انتوا عارفين الادويه اللي هي ايه، تستخدم في حالات زي الاديمه وكده. فبتحتاج ان هي تكون في زي فاست اكتنج كده يعني. تاني حاجه انواع المستقبلات. انواع المستقبلات لازم من الحاجات الاساسيه البيزكس اللي لازم كله يكون عارفها. اول مستقبل اللي هو الكاينيز ريسبتورز. ده زي ما بيقول لك مش زي مستقبلات الانسولين، بيحتوي على جزء خارج الخليه للربط بالدواء، وجزء داخلي فيه انزيم. يعني جزء بيرتبط بالخليه، بيربط الدواء بالخليه، وجزء جواه هو فيه انزيم. هنشوف برضو الايه اللي هو الانزيم الكاينيز. تمام. ايرون كان شانلز ريسبتورز زي مستقبلات النيكوتين اللي هي في السجاير وحاجات زي دي. بيفتح قنوات ايونيه زي الصوديوم او الكلور لما الدواء بيرتبط بيه. جي بروتين كابلد ريسبتورز ده مشهور جدا، الاختصار بتاعه جي بي سي ار اس. بيقول لك الدواء بيرتبط بره ويشتغل على البروتين جوه، زي مستقبلات الادرينالين والمسكرين. في كمان النيوكلير ريسبتورز زي مستقبلات الهرمونات زي الكورتيزول وفيتامين د. ده بيدخل جوه الخلية ذات نفسها، بيأثر على الجينات بقى. يعني عشان الكورتيزول من الأدوية اللي بتأثر زي ما انتم عارفين، بتزود مية في الجسم، فبتتخن شوية. فبيخش جوه الخلية بقى عشان ايه؟ يغير الميكانيزم بتاعه. ديت زي تعتبر كي بوينت كده. اجونست دواء بيرتبط بالمستقبل ويعمل نفس تأثير المادة الطبيعية. انتاجونست العكس، بس مش زي اللي جاية. دواء بيرتبط بالمستقبل ويمنع المادة الطبيعية من الشغل. في بقى كمان حاجة هتيجي قريب. بارشال اجونست يرتبط وبيشتغل بس مش بكفاءة كاملة. انفيرس اجونست بيعكس بيعمل العكس تماما. الانتاجونست كان بيرتبط بالدواء يربط الدواء بيرتبط بالمستقبل وبيمنع المادة الطبيعية من الشغل. انما ده يعني بص، الانتاجونست بيخليها ما تشتغلش، لكن الانفيرس اجونست بيعكس تأثيرها. يعني مثلا لو حاجة بتعلي الضغط، ده هيوطي الضغط. أدوية زي كده. افينيتي قابلية الدواء انه يرتبط بالمستقبل. افيكسي قدرة الدواء ان هو يعمل تأثير بعد ما يرتبط. دي حاجات كده زي ايه ستاندرد. ريجولار ريسبتور ريجوليشن. دي بقى حاجة مهمة لازم يا ريت نركز فيها، عشان ايه شرحها مفيد وهيهمك جدا. في حاجتين، داون واب. داون
بيقلل عدد المستقبلات بعد استخدام دواء لمدة طويلة، يعني فبيحصل مقاومة. هنشرح برضو احنا جايين، لا هو بس انا بشرح اول حاجة يعني ايه اب ريجوليشن، بيزود عدد المستقبلات بعد لما توقف الدواء فجأة، فبيحصل حساسية مفرطة. نشوف بقى الجدول ده بيقول لك بقى الداون اللي على الشمال والاب اللي على اليمين. الداون تناقص المستقبلات، بيقلل المستقبلات ليه؟ السبب استخدام الدواء لفترة طويلة. لما انت بتاخد دواء لفترة طويلة، هو رد فعل الجسم بيقلل عدد المستقبلات. هدف ليه بقى هيقلل عدد المستقبلات؟ عشان يقلل تأثير الدواء. في زيادة في تأثير الدواء. انت اخدت مثلا ب... اسمه ايه بنادول لفترة طويلة، فهو لا هو كده الدواء عنده تأثيره زايد على الجسم، فبيحاول انه يقلل الريسبتورز عشان تأثير ال... الدواء يقل. بعد ما كده بيعمل كده بيحصل مقاومة. يعني ما عادش الجسم مش فارق مع الدواء. فهو زي بيقول لك أدوية الأدرينالين لما نستخدمها مستمر، لما تاخد أدرينالين كتير كتير فالجسم إيه ده يا عم كل ده أدرينالين، فيقلل الريسبتورز وبالتالي يأثر تأثير الدواء. عشان كده أنت ممكن تاخد دواء على طول على طول على طول، تيجي في مرة تاخده تلاقي نفسك مش حاسس بحاجة زي البنادول. قلل استخدام الدواء هيديك فعالية أكتر. في كمان داون ريجوليشن. داون اب بقى ده العكس، زياده المستقبلات. يقول لك لما توقف في الدواء مره واحده ماشي، فهو عايز ايه بقى؟ عايز ياخد فايده اكتر، فيزود عدد الريسبتورز. ليه الجسم بيعمل كده؟ عشان يعوض النقص. لما الدواء انت بتاخده كميه قليله فيزود ريسبتورز عشان يستفاد بيه اكتر، بس ده ممكن ايه يعمل حساسيه مفرطه، او يعني حساسية من المادة. يعني انت لو خدت الدواء ده تاني يجيلك حساسية منه، فبتمنعه بقى. بيقول لك زي البيتا بلوكرز، أدوية حصلات بيتا دي اللي هي البيتا بلوكرز. آه في بقى نصيحة طبية مش مهمة قد كده، لكن تقليل الجرعة في الداون، تقلل الجرعة لحد عشان ما يحصلش مقاومة. الأب ما توقفش الدواء فجأة، لازم تقلل تدريجيا عشان ما يحصلش حساسية. النقطة دي مفهومة ولا في حاجة مش مفهومة فيها؟ عشان نبقى بس الدنيا واضحة معانا من الأول. تمام نكمل. في بقى دراج انتاجونيزم. فيسيولوجيكال، في أنواع منها. فيسيولوجيكال انتاجونيزم زي الأدرينالين بيعكس تأثير الهستامين، حاجات كده. عكس ما احنا قلنا الانتاجونيست ده فوق بيعكس تأثير الدواء. فبقى في حاجات في كيميكال انتاجونست، مثلا دواء بيعادل التاني كيميائيا زي البورتامين بيعكس الهيبارين. في فارمالوجيكال انتاجونيزم دي متقسمه لحاجتين، ويا ريت نركز فيها، ودي حاجه مهمه برضه. كومبتيتيف انتاجونيزم وفي نون كومبتيتيف انتاجونيزم. يعني ايه بقى؟ يعني ايه كومبتيتيف انتاجونيزم؟ الانتاجونيست بيقعد على نفس المستقبل اللي الاجونست الدواء الاساسي قاعد عليه عشان يرتبط بيه، فعمال يقولوا بيتخانقوا على نفس الحته. بس لو زودنا الجرعه بقى بتاعت الاجونست ممكن ياخد مكانه. هنشرح التانية عشان دي تبان. ماشي. النون كومبتيتيف بقى، الانتاجونست بيرتبط في مكان مختلف عن المستقبل، او بيرتبط بشكل دائم، فبيغير شكل المستقبل او يمنع الاجونست انه يشتغل حتى لو زودنا الجرعه. ده معناه ايه؟ معناه ان الكومبتيتيف الانتاجونست ممكن ياخد مكان الدواء، لكن مش بطريقه، يعني مش على طول. يعني النون كومبتيتيف ده هو خلاص هو كده كده خد مكانه واشتغل عليه عشان يوقف حاجة معينة. لكن هنا هو يعني يعتبر ايه، هنقول أمثلة عشان تبان معانا. هي طبعا أسماء بس، لكن هي تعريفها ذات نفسه هو اللي فيه الشرح. يعني لو في حاجة برضه مش باينة يا ريت تقولوا لي، عشان أنا مش جوه أنا جوه الميتنج، بس أنا يعني مش بخش كده الميتنج، أنا مرشفه على الجنب وفاتح البي دي اف. دي احنا كده قلنا ممكن نقول الاكزامبلز بتاعته يعني، لكن
عادي مش مهم قد كده، انتوا بقروها بس. تمام. الدوز ريسبونس كيرف دي حاجة برضو من الحاجات المهمة. آه، بيربط بين كمية الدواء وتأثيره. في تلات حاجات: بوتنسي أقل جرعة بتعمل أقصى تأثير، ماكسيمال إفيكاسي أقل تأثير ممكن للدواء، أسلوب الانحدار ده بيبان هل ذات الجرعة هتزود تأثير ولا توصل لسيبسس أو تسمم يعني. طبعا أنا جايب الحاجات ديت، أو عفوا يعني إيه، بس تسمم هنا يعني في الجرعة. آه، الحاجات طبعا الشرح أنا حاولت أغيره بالمصري ده بطريقة صعبة يعني. فلو حد مش فاهم بالمصري احنا ممكن نشرح بالانجليزي، ما عنديش اي مشكله. نعمل جدول نقارن بينهم عشان نبقى عارفين. آه، ادي بيقول لك جايب لك ثلاث ادويه: فنتانيل ومورفين واسبرين. البوتنسي بتاع الفنتانيل عالي، المورفين متوسط، الاسبرين منخفض. الماكسيمال افكاسي اقصى تاثير له بتاع الفنتانيل عالي، المورفين عالي، الاسبرين منخفض. معنى كده ان الاسبرين البوتنسي القوة بتاعته واقصى تأثير له منخفض. الانحدار اسلوب اللي هو ممكن يجيب، قال لك تسمم. الفنتانيل عالي، خطير جدا لو زودت الجرعة بتاعته. مورفين متوسط، اسبرين كويس. يعني الاسبرين يعتبر القوة بتاعته مش قد كده. احنا بقى لو شفنا اكزامبلز اللي جايه نفهم اكتر. الفنتانيل كمية صغيرة جدا بيشتغل، بيبقى قوي، بيوصل لأعلى تأثير، لكن خطر جدا لو زودت الجرعة بتاعته يحصل له السلوب بتاعه حاد، يعني دينجر. المورفين بقى محتاج جرعة أكبر من الفنتانيل، لكن برضه بيوصل لأقصى تأثير. التأثير بتاعه قوي، والزيادة فيه أخطر من الأسبرين بس مش زي الفنتانيل. الحاجات دي أنت بتقارن بينها بين الدواء عشان تعرف الدواء ده يفيدك ولا لأ. لكن هي حاجات سهلة يعني. الاسبرين محتاج جرعه اكبر عشان زي ما قلنا البوتنسي بتاعته قليله، والماكسيمال افكسي برضه قليله. تاثيره اضعف، لكن زياده الجرعه مش هتسبب خطوره. معنى كده احنا ممكن نزود جرعته عشان نعلي البوتنسي والماكسيمال افكس، وكده كده احنا مش متضررين منه يعني. ثيرابيوتيك اندكس ده بيقيس امان الدواء، يقول لك الجرعه السامه على الجرعه الفعاله. كل ما الرقم ده بيزيد كل ما الدواء كان اكتر امان. تجيب الجرعه السامه والجرعه الفعاله، حطهم على بعض بيطلع لك ثيرابيوتيك اندكس. التوليرانس لما الجسم بيتعود على الدواء بيحتاج جرعة أكبر عشان يدي نفس التأثير. الحتة دي مهمة جدا. تمام. يعني مثلا نفترض إنك بتاخد مثلا دواء، خلينا بس في دواء سهل زي البنادول. كل ما تأثيره زاد، لما الجسم اتعود خلاص، انت كل ما تتعب كل ما تصدع بتاخد بنادول. فهو فوق اصلا هيقلل الريسبتورز بتاعته، فالتحمل بقى الجسم خلاص اتعود عليه، فعايز جرعة اكتر. زي المسكنات اهو، لسه اهو ده احنا جبنا مثال وجت. بس المسكنات مخدرة بقى ان هو ايه. في ناس اديكم مثال، في ناس مثلا بتاخد اسمه ايه ال- آم، خلينا نقول زي مثلا الناس المدمنة وكده، حاجات زي دي بتأثر عليه ان هو لما يجي ياخد انستيزيا ما بتفيدوش، بيبقى صعب جدا التعامل معاه. فهو ده التوليرانس، الجسم خلاص اتعود على مادة معينة، فانت تيجي تديله عكس المادة دي ما يشتغلش. وده صعب جدا في حالات الطوارئ، حالات العمليات. بتحاول انك تزود الجرعة لأكبر حد عشان تأثر عليه، وده ممكن يوديه في مشكلة تانية بقى. ممكن الجرعة مثلا تطلع على الدماغ خلاص يموت. يعني ربنا سهل. كده احنا خلصنا محاضرة الفارماكو كاينetics. لو في أي حاجة مش مفهومة يا ريت تكتب لي في الكومنت، ولو أنت حاضر الميتنج دلوقتي ارفع إيدك وسمعنا صوتك. كده محاضرة فارماكو داينامكس خلصت. تمام. تمام. مفيش أي تفاعل هنا، محدش رافع إيده. ماشي، يبقى بالتالي إحنا نخش على اللي بعده على طول. اللي بعده أسهل.
يعني أنا كنت متوقع المحاضرة دي يكون فيها أسئلة عليها، لكن هي شكلها محاضرة مفهومة. شرح بقى الفارماكوكاينetics، حاجة سهلة، محاضرة سهلة جدا 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 جدا. ده بيدرس إيه بيحصل، إيه الحاجات اللي بيحصل للدواء جوه الجسم من وقت ما يتاخد لحد ما يحصل اكسرشن يخرجه. بيعمل 4 حاجات أساسية: absorption distribution metabolism exertion. الامتصاص، الدواء بيخش الدم ازاي، اي في حاجات زي دي. الديستريبيوشن، الدواء بيوصل الأنسجة ازاي في الأعضاء. الميتابوليزم، الجسم بيحول الدواء لإيه عشان يتخلص منه، يعرف يتخلص منه كويس بسهولة. اكسيرشن، الدواء بيخرج الجسم عن طريق إيه، وده أكيد حاجة معروفة. روت اوف ادمنستريشن، أول حاجة أورال، حباية أو مشروب، ماشي، زي دواء الكحة وكده. مميزاته آمن ورخيص وكويس، يعني مفيهوش أضرار كتير. عيوبه بقى: لو المريض مغمى عليه أو بيستفرغ مش هينفع، ممكن يعمل فومتنج يعني. بعض الأدوية بتتكسر في المعدة، مفعوله بطيء، مش بينفع في حالات الطوارئ. سابلينجوال، تحت اللسان، زي ناتروجليسرين للناس اللي عندها جلطة قلبية، بيديها له بسرعة، بيدخل في الدم بسرعة، بيتجنب الكبد، ما بيتأثرش بتأثير المرور الأول. هنقول تأثير المرور الأول ده قدام، وانا كنت محضر له شرح لوحده، بس ممكن نقول الهنت ديت اللي موجوده ونشرحه، او ابعته لكم لوحده يعني. هي حاجه سهله يعني في العموم. بارنترال، سبكتينوس تحت الجلد، او اي عضل، او في الوريد. آه، مميزاته: مفعوله سريع، خاصه في. مناسب للأدوية اللي مش بتمتص كويس في الأورال زي الأنسولين. طبعا الأنسولين مستحيل، لو حد اخترع أورال يعني ده تبقى معجزة، يعني مستحيل أصلا حد يعرف يعمل كده، غير لو عرف، لو عرف يوقف بقى تأثير المرور الأول ده. ماشي. عيوبه: بينفول، ممكن يعمل انفكشن، اكسبنسيف. طبعا أدوية الأنسولين حاجات، مشكلتها بس مش في إنها غالية، مشكلتها إن هي مش متوفرة في مصر بشكل كبير، وفي سوق سودا للأسف اتعملت، فبتضر بتضر إنك تستفاد بالدواء حتى للحالات الطارئة يعني. ريكتال، مميزاته: للناس مش عارفة تاخد أورال أو عندها فومتنج، بيعدي على الكبد جزئيا، بيقلل تأثير المرور الأول. في أدوية كده، لكن هو الأنسولين صعب جدا يتاخد غير بارنترال. انهاليشن، زي الحاجات اللي بتتاخد للسي او بي دي، بيدخل الدم بسرعة عن طريق الرئة. طبعا دي الحاجات ديت تعتبر شوية زي النيكوتين يعني. حاجات زي دي برضو، يعني لما توصل لإنك تشرب سجاير، النيكوتين بيطلع على الدماغ على طول بسرعة، فبيستغل الانهاليشن ده. توبيكال، زي الكريم بقى وحاجات العادية، بس بيأثر بس على المنطقة اللي اتحط فيها. عادي كريم موضعي زي السكين، اللي هو بتاع الصن بلوك والحاجات دي. الابزوربشن بقى، كل اللي فات ده سهل. الابزوربشن، ازاي الدواء بيخش الدم اصلا. يقول لك الدواء لو زيتي بيدوب في الدهون، زي في الدهون هيمتص بسهوله. لو الدواء متآين مش زيتي، ده خاصتين للدواء دي مش محتاجه شرح، هي كده تتحفظ زي ما هي، بيمتص بصعوبه. لو هو مش بيدوب في الدهون. ايه العوامل بقى اللي ممكن تأثر عليه؟ بيقول لك الأكل. بعض الأدوية زي التترا سيكلين ما ينفعش تتاخد مع لبن عشان بيقلل الامتصاص. حاجات كده معروفة موجودة زي ما هي تعرف. تأثير المرور الأول بقى، بيقول لك إيه هو تأثير المرور الأول ده؟ بيقول لك لو الدواء اتحط في البق بيروح الكبد الأول، والكبد ممكن يكسر جزء منه قبل ما يوصل للدم. تعالى بقى، سيبك أنت، أنا مش هقول الهنت البسيطة دي عشان إيه، إحنا أصلا خلصنا. أنا محتاجين نشرحها بطريقة مفصلة، فثانية واحدة نجيب الشرح بتاعها يا باشا عشان
ما يبقاش فيه أي حاجة إيه تعدي علينا مرور الكرام ده. ادي تأثير المرور الأول. بيقول لك إيه يعني إيه تأثير المرور الأول ده؟ بيقول لك اتخيل إنك بتاخد حباية دواء بالبق. الدواء ده مش بيدخل الدم مباشرة، لكن هيروح الكبد الأول قبل ما يوصل للدورة الدموية. تمام. الكبد ممكن يكسر جزء كبير منه قبل ما بيخش على الدم، فيقلل كمية الافكاسي بقى، الكفاءة بتاعته، كمية الدواء الفعالة بتاعته اللي بتوصل للجسم هيقللها. ده معناه إنك ممكن تحتاج جرعة أكبر من الدواء عشان تاخده لو خدته البق عشان يوصل للأوت كام بتاعك. فإيه المسار بقى اللي بيسلكه الدواء أصلا؟ الدواء لو اتبلع يخش على المعدة والأمعاء. الامتصاص بقى، الدواء اللي بيمتص بالأمعاء بيدخل على الدم، لكن مش يخش على دم الجسم كله طبعا، ده تبقى مشكلة لو هو عشوائي. بيخش بقى بعدها على البورتال فين. البورتال فين ده من أشهر الفين الموجودة في جسم الإنسان، ومن الحاجات المهمة المفروض تكون عارفها جامد يعني. دي لو حصل فيه مشكلة ممكن يعمل إديمة، وممكن بيزود الحمل على الرايت أتريوم وحاجات تانية يعني. بياخد الدم من الأمعاء بيوصل للكبد قبل ما يروح الجسم. الكبد هنا بقى زي ما الكبد بيشتغل على الدواء، ممكن تكسره، تقضي على جزء منه مثلا ولا حاجة. ممكن تغير شكله تحوله لمادة تانية، يبقى كده غير الميكانيزم بتاعه، يبقى كده أثر عليه. بعد ما يخلص بقى بعد ما الليفر يعمل شغله، الكمية الباقية من الدواء دي هي اللي بتوصل للدم وتأثر على الجسم. فممكن بقى تأثير الليفر على الدواء يغير الميكانيزم بتاعه، ممكن يغير اللي احنا عايز ديزايرد اوت كام بتاعنا اللي احنا عايزينه. فبالتالي احنا ممكن نتجنب الموضوع ده ويتاخد بارنترال، بس طبعا مش كل الادويه بتاخد بارنترال. تمام. امثله، مثال كمان عشان تبقى فاهم الدنيا. يقول لك لو خدت حبايه بنادول، طبعا انا جايب الامثله البسيطه، خلي بالك معايا تاني البسيطه، عشان انا مش عايز اعقد الدنيا عليك. انت ممكن تشوف الامثله دي في اي حته، لكن احنا عشان نفهم المعلومه لازم يكون عندك مثال انت عارفه. فبيقول لك زي الباراسيتامول مثلا، ممكن الكبد يكسر، هي 500 مللي جرام، الكبد يكسر منها 200 مللي جرام، فيفضل 300 اللي هي توصل للدم. لكن لو خدت إبرة باراسيتامول على طول اي في، كل ال 500 توصل للدم، مفيش مرور أول يا باشا. فهتبقى مصلحة تستفاد انت بالدواء كله. ايه الأدوية بقى اللي بتتأثر بتأثير المرور الأول؟ النيتروجليسرين لو اتعمل للفم الكبد هيكسره، فبيتم إعطائه تحت اللسان. تمام. بروبارانول طبعا، لو انتوا فاكرين النيتروجليسرين ده احنا قلنا بيتاخد على ايه؟ الناس اللي عندها جلطات. ركز كده واربط الدنيا ببعضها عشان الدنيا تبقى سهلة. اهم حاجه في الفارما دي الربط. طول ما انت بتحفظ عشوائي عمرك ما هتفهم، عمرك ما هتوصل لك المعلومه. لازم تربط الحاجات ببعض. حتى عادي اسماء الادويه مش مشكله انك تبصمجها، مش مشكله انك تربطها بحروف، المشكله انك تحفظ الاسم على بعضه وما تعرفش تجمع كل الادويه. لكن انت لما تحفظ اول حرف، اول حرف تربطهم بكلمه معينه انت حافظها، تسهل عليك الدنيا. بروبارانول لو اتعمل بالبق 70% منه بيروح عن طريق الفيرست، تأثير المرور الأول ده. ف بي فجرعته بيديله بقى وريد عشان إيه يخلص الموضوع. مورفين بيخضع للمرور الأول، فبيحتاج جرعات كبيرة لو اتعمل بالبق. يعني عادي ممكن إن أنت تديه بكمية أكبر من غير ما تديله بارنترال. إزاي تتجنب بقى تأثير المرور الأول ده؟ حلوة الكلمة. ادي الدواء بطريقة ما تعديش على الكبد. زي الحاجات دي ما بتعديش على الكبد. عايز تدي الأدوية دي موجودة متاحة قدامك، اديها وخلص نفسك. عشان كده دايما لما حد بيتعب أول حاجة بيديها اي في. إيه، خلص الدنيا بدل ما تقعد تاخد في أدوية وكده. إيه، سب لينجوال زي النيتروجليسرين لسه قايلين عليه بتاع الجلطات. الاي في بيوصل للدم مباشرة. الريكتال جزء بيعدي من الدم، جزء بيعدي على الكبد، لكن مش كله يعني. ممكن حوالي زي 70% يروح الدم و30% يروح للكبد. الانهاليشن ده هو بيوصل للدم عن طريق الرئة، وحاجة طبعا مش محتاج يعني فعلا والله. سبحان الخالق، حاجات زي دي ميكانيزم انت تشوفها كده وتتدبر في خلق الله، تلاقي حاجات ممتعة. آه،
بيقول لك في كمان حاجة، ده مصطلح يعني، البايو افيلابيلتي، نسبة الدواء اللي توصل الدم، التوافر الحيوي. يعني اشرحها. بيقول لك الدواء لو اتعمل، نسبة الدواء اللي بتوصل الدم فعليا ما بتعديش على البورتال فين ولا أي حاجة، هي رايحة الدم عادي. بيقول لك الدواء لو اتعمل اي في، التوافر الحيوي بتاعه 100%. عشان كده خد اي في ريح نفسك. خد اي في ريح نفسك، بدل ما تروح أدوية حبوب وبتاع، لا اي في وخلص الكلام. لو تاخد اورال، التوافر الحيوي اقل بسبب المرور الاول ده هيكسر. واحنا قلنا طبعا إيه اللي بيحصل يعني. أم... الخلاصة بقى، تأثير المرور الأول ده يحطم جسم جزء من الدواء في الكبد قبل ما يوصل للدم، فبيقلل الافكاسي بتاعته. الأدوية اللي بتتأثر بيه محتاج جرعات أعلى لو اتحطت أورال، أو نستخدمها عن طريق البارنترال أو سبلينجوال. الكبد هنا بيمثل حاجز أمني، يحدد كمية الدواء اللي توصل للجسم والكمية اللي ما توصلش للجسم. فهي حاجة مفيدة طبعا، لكن مش كل الأدوية تتاخد اي في، ومش كل الأدوية تتاخد أورال، على حسب طبعا استشارة طبية، وعشان ما تأثرش وتعمل سايد افكت. نخش بقى، احنا خلصنا التأثير المرور الأول عشان دي حتة بس كانت مهمة، فأنا قلت لازم نشرح. بيقول لك بقى الديستريبيوشن، بيقول لك الدواء بيوصل للأعضاء ازاي أصلا. عن طريق 3 حاجات: بروتينات الدم، لو الدواء ارتبط بيها على طول مش هيوصل للأنسجة بسهولة. معلش بس الصوت قطع ثانية كده. ماشي نرجع تاني. حجم التوزيع، يقول لك الدواء منتشر في الجسم كله ولا مركز في مكان معين. وانا بيشرح لك ديستريبيوشن، انت الدواء بيوصل للأعضاء ازاي. تمام. حاجز الدماغ، الدم، الفرق بينهم، يعني الدواء لما يتاخد على جرعة واحدة ويأثر، لما تزود الجرعة بتاعته فممكن يوصل الدماغ عنده. هو بيقول لك الدماغ عنده حماية، فالدواء زيتي بس اللي هيعدي، اللي احنا كنا شرحناه قدام، الفرق بين الدواء الزيتي والدواء المتعالي. تمام. الديستريبيوشن يعني حاجة من الحاجات المهمة برضو، لكن ركز على السيات. الميتابوليزم تعتبر آخر حاجة معانا مهمة. جسم بيحول الدواء لإيه؟ المرحلة الأولى والمرحلة الثانية كيف بيحول الدواء لشكل أقرب للماء عن طريق إنزيمات زي CYP3A4، هو اسمه على بعضه كده اللي اكتشفه وعمل الاسم ده. المرحلة التانية بيزود ذوبان الدواء في المية عشان يخرج بسهولة، زي ما يحطه مع جلوكورونايد. تمام. بيحول الدواء لشكل يعني زي زيتي كده، عشان عن طريق الإنزيم ده يزود الذوبانية بتاعته، وعشان يحصل اكسيرشن بسهولة. نخش بقى على مرحلة الاكسيرشن. الدواء بيخرج ازاي؟ عن طريق الرينال مثلا، عن طريق اليورين. الأغلب الأدوية بتخرج عن طريق اليورين. الليفر عن طريق الستول، لو الدواء كبير في الحجم تاخده كمية كبيرة هيخرج عن طريق الستول. الرئة زي المخدرات للأسف، يعني الليبويدز بتخرج عن طريق الهواء. الجلد بيحصل عن طريق السويتنج. ممكن تخرج بعض الأدوية عن طريق العرق فعلا. العوامل اللي بتأثر على الفارماكوكاينetics: العمر، الأطفال والكبار في السن عندهم ميتابوليزم أبطأ. عنده أمراض في الكبد والكلى. مش هيحصل تكسير الأدوية ومش هيحصل اكسيرشن، تبقى مشكلة. آه، في جينات، دي حاجة طبيعية ما تعرفش تغيرها. في ناس عندهم انزيمات استقلاب سريعة وناس تانية عندهم بطيئة، فدي تبقى مشكلة، زي انزيمات الأستالا في دواء ايزونازايد تقريبا. معلش يعني اسم الدواء أي حد بيتلخبط فيه عادي، لكن أهم حاجة تكون فاهم الدنيا بتقول ايه. الخلاصة، لازم الخلاصة دي على طول عشان تبقى فاهم احنا كنا بنتكلم عن ايه.
فارماكوكاينetics ده بتبص للدواء من وقت ما يخش الجسم لحد ما يحصل له اكسرشن. كل طريقة لها مميزاتها وعيوبها، كل حاجة لها الحلو والوحش. لو الدواء زيتي بيمتص يوصل للدماغ بسهولة، لو مش زيتي مش هيوصل بسرعة. الكبد والكلى هم اللي بيتحكموا في مصير الدواء في الجسم. لو عندك مشكلة في الكبدة أو الكلى، الجرعة محتاجة تعديل عشان الدواء ما يتراكمش، مش هيحصل اكسترشن كويس، ممكن يتراكم ويعمل كومبليكيشن. كده شرحنا محاضرتين، فارماكوداينامكس وفارماكوكاينetics. هنوقف بس الريكوردينج ونرجع تاني.